حبايبي، قبل ما يبدأ الفيلم تعالوا نصلي على النبي الأول، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. جيت وجبت لكم ملخص لفيلم هيعجبكم جدا. تعالوا نشوف سيرو هيقدر ينقذ مراته، بس تفتكروا هينقذها من مين؟ وهم أصلا خاطفينها ليه؟ طب لو عاوزين تعرفوا أنا بقصد أقول إيه، تعالوا بينا نشوف الملخص مع بعض، بس يا ريت تكملوا لي الآخر ويلا بينا. يبدأ فيلمنا في مشتل زرع، وبتدخل بوجة المشتل وبتجري وبتقع على وشها، وبتيجي صاحبتها وبتقومها وبتاخدها وبتمشي، وبيكون واضح إنهم بيهربوا من حد، وبيكون في عصابة ماليزية بيستمتعوا بضرب الناس، فبيروح لهم كران بابا بوجا وبيخليهم يضربوه عشان ياخد منهم فلوس، وبيروح ينقذ بنته، وبيظهر مجموعة بنات من الهند مغتربين علشان يشتغلوا في مصنع مطاط في ماليزيا، وبتسأل الست دي برامار هتسافري على قريتك امتى؟ فبتقول لها برامار يوم 10، فبتقول لها الست يا بختك هترتاحي بالتعابين والقواقع شوية، فبتقول لها برامار راحت ايه؟ ده البشر اشد شر من التعابين. وبتروح برامار على المصنع اللي اختها جوري بتشتغل فيه، وبتطلب من المشرف روبرت انها تقابل اختها، فبيقول لها روبرت ادخلي قبليها بس ما تتاخريش جوه، فبتقول له ماشي. وبتقابل برامار اختها وبتقول لها مش هترجعي معايا على القريه، فبتقول لها جوري لا مش هينفع، ما هو جوزي خد الفلوس ودبسني في عقد شغل 3 سنين، ودلوقتي ما اعرفش مسفرنا على فين، ارجعي انت بس قولي لجوزي اني لو شفته هتف في وشه. وبتسيبها وتمشي. وبنروح على الهند، وبيشاور سارو لاخوه الصغير سوبر، وبيعدي من قدام العربيات فجأة فبيتعطل الطريق والدنيا كلها بتتزحم، وسيرو واخوه بيستغلوا الفرصة وبينشلوا محافظ الناس وتليفوناتهم في الزحمة. وبيروح سيرو واخوه على الكازينو وبيسهروا وبيحتفلوا، وبيسرق سيرو واخوه واحدة في المحطة وبتبلغ عنهم، وبتيجي الشرطة وبتقبض عليهم، وبتوصل برامار على الهند وبتشوفهم بالصدفة وبتقف تبص عليهم. وبعد ما بتمشي الشرطة الست بتلاقي فلوسها في شنطتها، فبينزل المفتش سيرو واخوه يروحوا، وبيفضل سيرو واخوه ينفذوا عمليات سرقة واحدة ورا التانية، وبيستمتعوا بوقتهم مع بعض. وبيقول بالرصاد عم سيرو لسيرو موظف البنك عاوز يشتري البيت منك، وانا من رأيي انك تبيعهوله وتروح تعمل لك مشروع بقى وتبعت سوبر على المدرسة وتستقروا في حياتك. فبيقول له سيرو ماشي ابقى خليه يجي بكرة واتكلم معاه. وتاني يوم بيجيب برصاد موظف البنك وبيقابل سيرو، وبيكون سيرو سمعه تقيل جدا، وبيفضل كل شوية يقول له اتكلم بصوت عالي، ولما يعلوا صوتهم قوي بيفضل يقول لهم ما تتكلموا بصوت واطي شوية لحد ما بيزهقهم منه. وفي الاخر بيقول لهم هفكر وابقى ارد عليكم. وبيجي عريس لبرامار لكن بيكون اكبر منها في السن، وبتكون برامار صوتها عالي بطبيعتها، فبيتضايقوا اهل العريس من صوتها والجوازه بتبوظ، وعمها بيتخانق معاها وبيقول لها بعد كده لما يجي عريس مش عاوز اسمع صوت اي حد فيكم. فبتقول له برامار انا كده ومش هتغير ابدا، وبتكون ما بتحبش عمها ابدا. وبيقول برساد لسيرو لما انت مش عاوز تبيع البيت من الاول ليه قلت لي امبارح اجيب الموظف؟ تصدق بقى ان انا غلطان. فبيقول له سيرو طب ما تبقاش تغلط تاني يا عم الحاج. وبتروح برامار ترجع الاساور اللي كانت مأجراها، وبتقول لصاحب المحل العريس طفش مني رجع لي انت بقى فلوسي. وصوتها بيكون عالي ولسه هتعمله شوشره، بيقول لها خدي فلوسك ويلا امشي من هنا يلا. فبيسمع سيرو برامار بوضوح بسبب صوتها العالي، وبيعجب بيها جدا، وبيقول لعمه لو عاوزني فعلا ابيع البيت واعمل مشروع جوزني برامار. فبيبص بالرصاد عليها وهي ماشيه، وبيقول له طب ودي انا هخليها توافق بيك ازاي؟ وبيروح برصاد لعم برامار وبيطلب ايديها، فبيقول له عمها وهو انا ما لقيتش غير المتسول سيرو واجوزها له. وبتشوف برامار سيرو وهو واقف بره البيت، فبتساله انت هنا ليه؟ فبيقول لها انا جاي علشان اخطبك. فبتقول انا شفتك في المحطه والشرطه كانت بتقبض عليك، وانا مش ممكن ارتبط بحرامي زيك ابدا. فبيقول لها انا هتغير علشانك، فبتسيبه وتمشي. وبيقول العم البرامار ان العريس ده مش عاجبني ابدا، فبتقول له طالما مش عاجبك انا هتجوزه وهخلف منه عيال كمان، افرح بقى يا سيرو. فبيفرح سيرو جدا لما بيسمع وبيرقص من فرحته، وبيحاول سيرو ان هو يقرب من برامار بكل الطرق، لكن هي ما بتديلوش الفرصه دي ابدا. وبيزق سيرو بالرصاد عليها مره تانية وبيكلمها في موضوع الخطوبه، لكن هي برضه بترفض. وبيقف سوبر يعمل حمام على صوره زعيم الحزب في الشارع، فبيشوفه الزعيم وبيضربه. فبيرجع سوبر على البيت وهو زعلان جدا، فبيسأل سيرو عمه عن اللي حصل، فبيقول له الزعيم ضرب. فبيغضب جدا سيرو وبيكون عاوز يروح يتخانق مع الزعيم، لكن عمه بيهديه، لكن سيرو ما بيسيبش حق اخوه وبيروح يسرق خزنة الزعيم عشان ينتقم منه. وبيشوف سيرو ست عجوزة معدية في التوك توك وبتكون بتتألم جدا، فبيسأل سوبر عن اللي حصل، فبيقول له سوبر في شوية شباب سرقوا سلسلتها من رقبتها وسابوها تنزف من غير اي رحمة. فبيقول له سيرو طب اركب معايا ووريهم لي فين. فبيركب سوبر وبيوري له الشباب، فبيقول له سيرو خليك انت هنا. وبيروح سيرو يتخانق مع الشباب وبيضربهم،
فبتقع السلسلة منهم، فبيجري سوبر وبياخدها وبيقول لسيرو أنا هوصلها لصاحبتها. فبيجروا الشباب ورا سوبر عشان يمسكوه، لكن سيرو بيطير الاتنين دول وبيضرب ده بالرجل وده كمان وبيخلص على الباقيين، وفعلا بياخدوا منهم السلسلة وبيمشوا. وبيروح سيرو ورا برامار فبتتخانق معاه وبتقوله ما تمشيش ورايا تاني. وبيسأل برصاد سوبر هو ليه سيرو مش عاوز يبيع البيت، فبيكذب عليه سيرو وبيقوله أصل عنده أخت صغيرة وبتدرس في القرية التانية وهو عاوز يجوزها فيه. فبتقول برامار لسيرو أنا مش ممكن أتجوز متسول زيك، ولو جيت لنا البيت تاني أنا هسيب الكلب عليك. وبتمشي. وبيعمل الزعيم حملة انتخابية وبيوزع فلوس على الناس عشان يشتري أصواتهم. وبيتصل واحد من الحزب على الزعيم وبيقوله إنهم استبعدوا مقعده من الحزب بسبب إنك كتبت في ملصقاتك إنك هتصوم لحد الموت. فبيبص الزعيم على الملصقات وبيقول للراجل بتاعه مين اللي كتب كده؟ فبيقول له معرفش، احنا كنا كاتبين هنصوم يوم الحد بس. وبيجي ده وبيقول للزعيم مراتك اتصلت وبتقول ان الذهب والفلوس اتسرقوا من الخزنه. فبيجي للزعيم ازمه قلبيه وبياخدوه على المستشفى، وطبعا بيكون سيرو هو اللي غير الكتابه على الملصقات وكمان هو اللي سرق الخزنه واتبرع بفلوسها. وبيشيل سيرو سوبر وبيرقص بيه والزعيم معدي على المستشفى، وبتشوفهم برامار وهم مش واخدين بالهم. وبياخد برصاد موظف البنك مره تانية وبيقول لسيرو امضي على اوراق البيع بقى وانا اللي هجوز لك اختك. فبيقول له سيرو بس انا ما عنديش اخوات، مين اللي قالك كده؟ فبيقول له سوبر. فبيقول له سيرو هو انت هتصدق كلام عيل صغير؟ اقعد وانا هحكي لك الحكايه. فبيقعد عمه وموظف البنك وبيسمعوه، فبيألف لهم سيرو قصه من دماغه. فبيتأثر جدا موظف البنك وبيقول لبرساد انت ما عندكش قلب. فبيقول له برساد لا انت فاهم غلط، دول قصصهم ما بتخلصش ابدا، ما تصدقهوش. وبيقول سوبر لسيرو انا قابلت برامار بالصدفه وقالت لي انها عارفه ان انت اللي سرقت الزعيم واتبرعت بالفلوس، وشافتنا واحنا بنرقص وهو رايح المستشفى، وقالت لي كمان انها فرحت جدا عشان انت خدت لي حق. فبياخد سيرو سوبر وبيروحوا السينما وبيقعدوا ورا برامار، وبيمسك سيرو شفاطه العصير عشان يلعب لبرامار في ودنها وهو قاعد وراها يعني. فبتتحرك برامار وبتتخلع سلسلتها في ايد سيرو فبتصرخ وبتقول حرامي. فبيتلموا الناس على سيرو فبتقول لهم خلاص خلاص انا اعرفه، وبيحط سيرو وشه في الارض. فبتقول له برامار ارفع وشك طالما ما كنتش تقصد. وبيشوف سيرو برامار وهي واقفه في الشارع لوحدها فبيمشي وراها وبيقول لها انا جاي عشان اعتذرلك على اللي حصل في السينما وبوعدك اني مش هضايقك تاني ابدا. لكن لما بيبص في عينيها بيشوف فيها نظره حب فبيقرب منها عشان يبوسها، وبيسمع عربيه معديه فبيبعد عنها فبتقرب برامار منه وبتبوسه هي. فبيقف سيرو وهو مصدوم في مكانه وبتبدا بينهم قصه حب. وبياخد سيرو برامار يفسحها وبيجيب لها كل اللي هي عايزاه وبيفضلوا يتكلموا فون مع بعض. وبتطبخ برامار الاكل وبعدين بتاخده وبتروح تاكل مع سيرو بره البيت وبيكونوا مبسوطين جدا. وهنا برامار بتروح لسيرو البيت فبتكشفها مامتها وعمها وبتدخل مامتها تضربها هي وسيرو، فبتبعد برامار مامتها عن سيرو وبتبوسه قدامها يا شيخه. فبيشدها عمها من شعرها وبيهنها فبيخبطوا سيرو في راسه وبيضربه. فبتقول برامار برافو عليك اضربه كمان. فبيضربوا سيرو حته علقه بيكسر له فيها عظمه. وبتفضل مامة برامار تتحايل عليها علشان تقول لسيرو ان هو يسيبه، لكن هي ما بترضاش. وبترجع برامار على البيت وبيفضلوا عيلتها يتخانقوا معاها وبيرفع عمها ايده عشان يضربها تاني انت ما بتحرمش، لكن بيمسك نفسه طبعا. فبتقول له برامار اضربني كده لو تقدر وشوف ايه اللي هيحصل لك. وبتلم برامار شنطتها عشان ترجع على شغلها وبيركب سيرو معاها الاتوبيس عشان يوصلها. فبتقول له برامار انا بحلم باليوم اللي هسدد فيه ديوني لعمي واخلص منه واتجوزها. فبيقول لها سيرو خليكي وانا هبيع البيت وهسدلك ديوني. فبتقول له لا انا هتجوزك وانا خاليه من اي ديون، انا مش هاجي احط لك حمل على حملك. وبيوصلوا على المطار وفجاه سيرو بيربط عقد الجواز لبرامار وبيوعدها انه هيبطل سرقه وانه هيشتغل بالحلال. فبتفرح جدا برامار وبتقول له انا هخلص شغلي وهرجع لك على طول، كلها يومين يا جوزي العزيز. وبياخدوا صوره مع بعض وبتودعه وبتسافر على ماليزيا. وبيقول سيرو لسوبر ايه رايك في جوازي المفاجئ ده؟ فبيقول له سوبر انا مش قادر افوق اصلا من تاثير الصدمه عليا. وبيرجعوا على البيت وبيبدا سيرو يدور على شغل في كل الجرايد وبيروح لهم برصاده وبيفضل يتريق عليهم لانهم قرروا يتوبوا عن السرقه. وبعد يومين بيتصل سيرو عشان يطمن على برامار فبتقول له على حاجه في التليفون تخضه وبيسيب التليفون وبيطلع يجري وبيروح على بيت عم برامار. ولما بيخبط عليهم محدش بيرد عليه وبتقول له جارتهم انهم سابوا البيت وسافروا بقالهم يومين. فبيروح سيرو لموظف البنك وبيقول له انا هبيع لك البيت بالمبلغ اللي انت عاوزه بس ارجوك اديني دلوقتي 5 كاس.
فبيقول له براساد ازاي هتبيع البيت بمبلغ قليل كده؟ فبيقول له سيرو هفهمك بعدين. وبيروح سيرو وبيسحب الفلوس وبيقول لبراساد جهز لي باسبور لتايلاندا وفي اسرع وقت كمان. فبيقول له براساد انا مش هعمل حاجه غير لما تفهمني ايه اللي حصل. فبيرجع سيرو بالاحداث لورا وبيقول له لما كلمت برامار قالت لي ان عمها عرف بجوازنا وسافر لها على ماليزيا وباعها لوسيط اجنبي، والوسيط واخدها هي ومجموعه بنات على تايلاندا وحطهم في مكان عامل زي السجن وخدوا منهم عينات دم، وبعدها خدوا بعض البنات اللي معاها. وبرامار بتقول انها لحد دلوقتي ما تعرفش هم عملوا فيهم ايه ولا خدوهم ودوهم فين، لكن بالصدفه برامار شافت روبرت مشرف اختها في الشغل وفضلت تتوسل له ان هو يساعدها عشان تمشي، لكن روبرت قال لها ان مفيش اي حاجه في ايدي لان اللي هنا اعلى مني بكتير، والمساعده الوحيده اللي هقدر اقدمها لك انك تحاولي تجمعي 5 كهس، والكلام ده يكون في خلال 5 ايام قبل ما ياخدوكي من هنا وساعتها هقدر اساعدك. فبتطلب منه برامار تليفون وبتكلم سيرو وبتحكي له على كل اللي حصل وطلبت منه الفلوس، وبيرجع سيرو للحاضر تاني وبيكون براساد فهم كل حاجه وبيبص سيرو لسوبر وبيقول لبراساد انا عاوز باسبورين علشان هاخد سوبر معايا. فبياخد براساد سيرو لوحده وبيروحوا الواحد يعمل لهم باسبورين لكن مزورين، وبيقول لسيرو من دلوقتي هيكون اسم الطفل بهاراتي وانت هيكون اسمك حكيم سندباد، ولما تروح على المطار فهمهم انك سايح. وبياخد سيرو الباسبور وبينفذ اللي اتقال له في المطار وبيعدي بسلام هو وسوبر، وفعلا بيسافروا على تايلاندا. ولما بيوصلوا بتكلم برامار سيرو وبتوصف له العنوان اللي هيروح عليه علشان يقابل روبرت، وبيتعرف كران على سيرو وسوبر في المحطه وبيسالهم رايحين على فين. فبيقول له سوبر رايحين كناشا عشان اخويا يشوف مراته. فبيقول لهم كران وانا كمان رايح على نفس العنوان علشان اشوف بنتي. وبيوصل القطر وبيركبوا فيه وبيدور كران على فلوسه لكن ما بيلاقيهاش، فبيسال سيرو سوبر على الفلوس. فبيقول له سوبر انا سرقتها علشان جوازك. فبيقول له سيرو هات الفلوس احنا قلنا مش هنسرق تاني. وبتتصل بوجي على باباها وبتساله انت فين؟ فبيقول لها انا في القطر وجاي لك على طول. فبتقول له ما تتاخرش عليا وهات الفلوس معاك عشان تنقذني. وسيرو بيخلي سوبر يرجع الفلوس لكران، فبيفرح كران جدا وبيشكر سيرو. وبيكون سوبر نايم وبتيجي رجله في دول وهما معديين من غير قصد، فبيتخانقوا معاه هو وسيرو وبتتدخل الشرطه وبتقبض على سيرو وسوبر وكران وبياخدوهم على الاسم وبياخدوا منهم الفلوس اللي معاهم وبيحبسوهم. وبيسمع سيرو الشرطي غنيش وهو بيزعق للشرطيين لانهم فشلوا في تنفيذ مهمه طلبها منهم. فبينادي سيرو على الشرطي غنيش وبيقول له انا حرامي كبير في منطقتي واقدر انفذ لك اللي انت عاوزه ده، وعلشان يصدقه بيسرق منه موبايله ومحفظته من غير ما يحس لكن بيديهم له تاني. فبيقول غنيش لسيرو ان في زعيم مافيا اسمه بونج هو واخوه لينج، اشخاص مش عاديين ابدا في تايلاندا، وبمجرد سماع اسمهم بس محدش بيقدر يفتح بقه، وبيتاجروا في المخدرات وبيوزعوها على النوادي والطلبه، وكل معارفه واتصالاته كبيره جدا، والحاجه الوحيده اللي بيشوف فيها لينج سعادته هي القتل، ومات على ايده 72 شخص ومفيش ولا قضيه متسجله ضده. وفي يوم جات لنا شكوى ضده من شخص مجهول لكن خلال ساعه واحده بس قدروا يوصلوا للي قدم الشكوى وقتلوه. فبيقول له سيرو لا يا عم انا ماليش دعوه بالقصه دي كلها، عرفني انت بس طريق بيته وقول لي انت عاوزني اسرق ايه وانا هنفذ لك المهمه على طول. فبيقول له غنيش انا هبعت معاكم شرطي يعرفكم المكان، ومن الساعه 4 للساعه 5 ما بيكونش في اي حد في البيت، وانا عاوزك تسرق لي من البيت كل الدروع والميداليات اللي فيه، بس لازم تكون حذر لانك لو اتمسكت هتموت هناك. وبيبعت غنيش الشرطي ده معاهم وفعلا بيوصلهم لبيت لينج، وبيستنى كران مع الشرطي بره، وبيدخل سيرو وسوبر البيت وبيسرقوا الدروع. فبيوصل لينج واخوه برجالتهم وبيكونوا مسكوا الشرطي وكران معاهم، وبيشوف لينج سيرو وسوبر وبيسالهم انتوا جايين هنا ليه؟ فبيقول له سيرو علشان نسرق دول وما نعرفش اي حاجه تانية. فبيخلي لينج رجالته يذبحوا الشرطي قدامهم، وبياخدوا سيرو وسوبر وكران وبيروحوا عند مكان جبلي وبيرموا جثه الشرطي ده، وبيربط لينج كران من رقبته في حبل وبيرميه من فوق الجبل وبيتشنق لحد ما بيموت وبيرميه في البحر. وبيقول لينج لسيرو عرفني بقى انت جيت بيتي ليه؟ فبيقول له سيرو انا ما اعرفش اي حاجه والشرطي هو اللي بعتني هناك، لكن مش بيصدقه. فبيضرب سوبر اللي ماسكه وبيحدف اللي ماسك الحبل بالطوبه في وشه، وبيضرب سيرو لينج بالبوكس وبيجري ياخد السكينه وبيهجم عليه، لكن بيكون سيرو مربوط من وسطه بالحبل وبيشدوا ده معاه وبيقعوا هما الاتنين في البحر وبيعوم سيرو، وبيكون لينج هيتجنن وبيقول له موتك على ايدي. وبيسأل روبرت
برامار جوزك وصل؟ فبتقول له ايوه، هيكون مستنيك الساعه 10:30 في المكان اللي حددناه، وهيكون معاه طفل صغير. فبيقولها طب خليني اخد لك صوره احتياطي. وبيخرج سيرو من الميه وبيدور على سوبر، وبيروح على موقف الاتوبيس، فبيشوف سوبر هناك والعصابه بتكون هتمسكه. فبينادي سيرو على العصابه علشان يبعدهم عن سوبر، وبيوصل لينج وبيطارد سيرو هو ورجالته. فبيستخبى سيرو وبيصادف رجاله العصابه وبيضربهم واحد ورا التاني، وبيشوفوا سوبر فبيجري يحضنه وبيمشوا. وبيرجع روبوت لبرامار وبيتخانق معاها وبيقولها بقى انا بخاطر علشانك وانت بتخدعيني، وبتخليني اروح على المحطه وما الاقيش حد هناك وبيمشي. وتاني يوم بتفضل برامار متضايقه جدا وبتقرر انها تهرب، وبتروح عشان تكسر القفل بتاع الباب. فبتشوفها المشرفه فبتمسك واحده محبوسه مع برامار الازازه دي وبتكسرها وبتحطها على رقبه المشرفه، وبتقول لبرامار اهربي بسرعه. فبتهرب برامار وبتشاور العربيه على الطريق وبتركب فيها، وبيفضل لينج ورجالته يطاردوا سيرو وسوبر بيسرق النبله من الولد ده وهو بيجري، وبينشن على العصابه يوقعها وبيهرب. وبتروح برامار تركب مركب في المينا، فبيشوفوها الاتنين دول وبياخدوها يرجعوها على نفس المكان اللي هربت منه. وبيقول لها ريبوت احنا هنوريكي اللي عمرك ما شفتيه علشان ما تفكريش تهربي تاني. وبيدخل سيرو وسوبر وبيستخبوا فوق سطح المبنى ده، وبيبص سيرو بيلاقي العصابه ماليه الشارع، وبيطلع لهم ده على السطح. فبيكسر له سيرو رقبته وبيحدفوا على العصابه يقع فوق ده يجيب اجله. وبيشيل سيرو وسوبر الحاجات اللي فوق السطح وبيرموها على العصابه في الشارع. وبيجري سوبر وبيقطع كهربة الاسانسير وبيخليهم يطلعوا على السلالم. لا طفل بريء. وبيقول سيرو وسوبر لو بتثق فيا لازم تنط على المبنى التاني ده. وبالرغم من ان سوبر بيكون خايف ومرعوب لكن بيسمع كلام سيرو، بس سيرو بيخاف عليه وبيوقفه في اخر لحظه، وبيحط سيرو الحديدتين الطوال دول بين المبنى والمبنى، وبيحط سوبر جوه البرميل ده وبيزقه يعديه على المبنى التاني. وبيوصل سوبر بسلام وبينط سيرو وراه. واخيرا بيطلع لينج ورجالته وهم نفسهم مقطوع فوق السطح. ولينج بيقول لسيرو ولحد امتى هتفضل تجري مني؟ المدينه كلها ملكي. فبيقول له سيرو انا مش هجري تاني، انا هجريك انت بس. وبياخد سوبر وبيمشي. وبيروح سيرو على بيت لينج وبيخنق اخوه بالكيس البلاستيك ده، وبيتصل على لينج يعرفوا ان هو قتل اخوه وبيتحداه، وبيسرق الفلوس اللي في البيت وبيمشي. يلا بقى. فبيغضب لينج جدا وبياخد رجالته وبيروحوا على البيت، وبيحاولوا رجاله لينج يفوق اخوه. فبيتكهربوا كلهم وبيروح ده عشان يفتح الباب، فبيكون سيرو عامل لهم فخ والبيت بينفجر. وبيركب سيرو وسوبر الباص وبيروحوا على المكان اللي برامار كانت محبوسه فيه فعلا، ولسه هيهجم سيرو على المكان. فبيشوفهم ده وبيوريهم صوره برامار وبيقول لسيرو مراتك مش هنا، خدوها على حدود كمبوديا. فبيعرفوا منه يروحوا وراهم ازاي وبيمشوا. وبيشوف سيرو واحده تلجويه في الشارع وبتكون بتشتغل في المساج، فبيطلب سيرو منها تساعده علشان يوصل لبرامار. فبتقول له ادخل جوه وانا جايه وراك. فبيدخل سيرو وبتدخل البنت وراه وبيقول لها مراتي جت عشان تشتغل هنا في مصنع مطاط لمده يومين بس لكن ما رجعتش. فبتديله البنت عنوان عشان يروح عليه، وبتقول له هتقابل هناك شخص اسمه دان، بس ما تقولوش انك عاوز مراتك، وقول له انا عاوز واحده هنديه واديله الفلوس اللي معاك، وايا كان الوضع اللي مراتك فيه اوعى تسيبها وخدها معاك. فبيشكرها سيرو وبيمشي. وبتكون المفاجاه ان البنت دي تبقى جوري اخت برامار. وبيروح سيرو على العنوان وبيقابل دان لكن ما بيعرفش يوصف له اللي هو عاوزه بالانجليزي. وبيكونوا اصحاب دان ماسكين واحد ورابطين عينيه وبيحاولوا يموتوه. وبيكون الواحد ده هو الشرطي غنيش، ولما بيسمع صوت سيرو بيعرفه وبيقول له اضربهم. فبيضربهم سيرو وبينقذ غنيش منهم. وبيقول غنيش لسيرو انت ايه اللي وصلك لحد هنا؟ فبيقول له سيرو عشان الحقك يا اخوي. هيكون ايه يعني؟ بدور على مراتي. وبيعرفوا انه حرق لينج مع اخوه في البيت. فبيقول له غنيش لا، لينج لسه عايش وبيدور عليك عشان ينتقم منك ومراتك معاه، لكن عشان حظك الحلو ان هو ما يعرفش انها مراتك. وبيقول له ان هو مش مجرد تاجر مخدرات وبس، دول مافيا لبيع البنات. وبيقولوا اننا كنا زارعين كاميرات تجسس في بيت لينج علشان كنا منتظرين اجتماع هنعرف منه كل حاجه بخصوص البنات اللي بيبيعوها، لكن كان في درع نحاس جنب الكاميرا منع بس الاشاره، وعلشان كده بعتك على بيت لينج تسرق لي كل الدروع اللي هناك، لكن مع الاسف كشفوه وفقدنا الامل لحد ما في يوم رجعت لنا الاشاره تاني بسبب انك وقعت الدرع من قدام الكاميرا لما انت رحت على البيت تاني مره. فانت عملت كده من غير ما تقصد، وبعدها لقينا كل المعلومات اللي احنا محتاجينها في ذاكره التخزين بتاعه
الكاميرا، وعرفنا انهم بيتاجروا في جلود البنات اللي بيخطفوهم وبيبيعوها للدول الأجنبية عشان يستخدموها في عمليات التجميل، وهدفهم الرئيسي بيكون في خطف البنات الفقيرة اللي بيتغربوا عشان يشتغلوا، لأنهم عارفين إن محدش هيسأل عليهم، وبيعملوا عليهم كل الاختبارات اللي محتاجينها باسم اختبارات الدم، وبعدها بيشوفوا المناسب منهم وبياخدوهم وبيعملوا لهم إزالة لطبقة الجلد العلوية، وبيسيبوهم في المستشفى لحد ما بيكونوا طبقة جلدية جديدة واللي عليها الطلب بيخلوها تخضع للعملية أكتر من مرة، وده بيخليهم يمرضوا بأمراض خطيرة زي الكانسر مثلا وغيره كمان، وفي منهم اللي بيموت. لكن الأغنياء فعلا بيقدروا يحصلوا على توهج بشرتهم على حساب تقشير جلود البنات اللي بيخطفوها، وفي وسطاء كتير جدا في المجال ده لكن ملهمش علاقة ببعض، كل اللي عليهم يعملوه إنهم بينقلوا البنات من مكان لمكان، وطالما إن مراتك هتروح على كمبوديا ده معناه إن جلدها مطلوب، ولو رحت هناك هيعرف لينج إن مراتك مع المجموعة اللي رايحة له، فسيبنا أنا أتولى حمايتها. فبيقول له سيرو لا أنا اللي هنقذ مراتي، بس أنت عرفني أروح لها فين وإزاي. فبيقول له غنيش مراتك لسه ما عدتش الحدود، وأنا هرتب لك الدنيا كلها إنك تروح تنقذها وتهرب قبل ما لينج يجي على كمبوديا. فبيقول له تمام، وغنيش بيكلف واحد إن هو يوصل سيرو وسوبر لمكان روبرت، وفعلا سيرو بيروح لروبرتو بيعرفه إن هو جوز برمار وبيديله الفلوس اللي طلبها. فبيقول له استنى بس هنا شوية وأنا هجيبها لك. فبتنادي بوجا على سيرو وبتقول له انقذني يا أخي، بابا قال لي إن هو جاي في القطر بالفلوس ومعرفش إيه اللي حصل له فما جاش لحد دلوقتي. فبيعرفوا إن هي دي بنت كاران، وروبرت بيقول لسيرو سيبك منها واقعد استناني هنا. فبيقول له سيرو لا ما هو أنا مش همشي من هنا غير لما يكونوا كل البنات معايا. وبيفضل سيرو يضرب في كل الموجودين واحد ورا التاني، لكن بيضربهم بكل قوة وبكل عنف لحد ما بيخلص عليهم كلهم، وبيخرج البنات وبيقول لهم امشوا من غير صوت. وبيوصل لينج ورجالته، فبيستخبى سيرو والبنات، وبيمسك سيرو ده وبيكتم بقه وبيكسر له رقبته، وبيكتشف لينج ان البنات مش موجودة وبيكون هيتجنن، وبيقول لرجالته اكيد سيرو هنا دوروا عليه في كل مكان. فبيقطع سيرو النور عليهم وبيصطاد ده يضربه، وبيقول سوبر لسيرو انا دورت على برمار في كل مكان لكن مش لاقيها. فبيهجم ده على سيرو، فبيضربوا سيرو وبيغطسوا البنات ده برميل الميه وبيخلصوا عليه، وبيجمع سيرو البنات كلهم في اوضه، وبيقول لسوبر خليك معاهم هنا وانا هروح ادور على برمار. فبيشوف سيرو خيال العصابه من تحت الباب، وبيقفل لينج عليهم من بره وبيرمي البنزين وبيولع في الاوضه، وبيقول لسيرو انا هروح ادور على مراتك وهقتلها. فبيمسكوا البنات في بعض وبيقولوا لسيرو اطلع انت بسرعه فوق كتافنا واخرج من فتحه السقف دي. فبيخرج سيرو من فتحه السقف وبيضرب الاتنين دول وبيخرج البنات قبل ما يتحرقوا في الاوضه، وبتظهر برمار وبتشوف البنات بيهربوا فبتجري معاهم هي كمان، وبتشوف سيرو فبتحضنه وبتفضل تعيط. فبيهجم لينج على سيرو بسكينه وبيفضلوا يضربوا في بعض، وبيمسكوا رجاله لينج سيرو فبيضربهم سيرو وبيهجم على لينج وبيضربوا الضربه القويه قوي دي في رقبته يوقعه على الارض. فبيقوم لينج وبيمسك بوجا وبيحط السكينه على رقبتها وبيقول لسيرو لو ما مشيتش وسبتهم هقتلها دلوقتي حالا. فبتضحي بوجا بنفسها وبتقطع رقبتها بالسكينه عشان تنقذ اصحابها. فبيهجموا البنات كلهم على لينج يضربوه وبيقطعوه بالسكينه ومش بيسيبوه غير لما بيموت، وسيرو بياخد بوجا على المستشفى وبيتم انقاذها. شوف ازاي هندي بقى. وبيروحوا على الهند وبتروح بوجا مع برمار تكشف، فبتقول لها الدكتور ان رقبتها محتاجه عمليه تجميل يعني عشان تداري اثر الجرح اللي فيها. فبيقول لها سيرو تجميل ايه هي كده كويسه قوي، وبياخد سوبر على المدرسه. ولحد هنا بيخلص فيلمنا، ويا ريت كل اخواتي يواظبوا على الصلاه في مواعيدها. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك، ولو اول مره تتفرجوا علينا يا ريت تعملوا لنا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد بنقدمه، وان شاء الله اللي جاي هيعجبكم اكتر واكتر.